اجمل حاجه في بنك المشرق، وعشان كده دايما بقول لكم ما تقفلوش الحساب ده، ان عروضه ما بتنتهيش ومختلفه عن اي بنك. المره دي العرض ممتاز جدا، تقدر تكسب من خلاله لحد 5000 جنيه من دعوه الاصدقاء وانت قاعد في بيتك بدون اي مجهود. جات لي رساله من كام يوم من بنك المشرق بيقولك تقدر ترشح 10 من صحابك وتكسب على كل واحد 500 جنيه بحد اقصى 5000 جنيه. يعني لو ال 11 او 12 انت دعيتهم وال 12 عملوا الشروط، انت الحد الاقصى بتاعك هو 5000 جنيه في المكافأة. بس طبعا الموضوع ده ليه شروط هشرحه لكم سريعا كده، وهو الموضوع بسيط جدا. مبدئيا كده كل مطلوب منك ان انت يكون عندك حساب المشرق العادي، او اللي هو الاي اند اللي هو فتحه من اتصالات. بتاخد رقم موبايل من واحد صاحبك ما سجلش قبل كده ولسه هيسجل بنفس رقم الموبايل اللي هيبعته لك، وما يغيرش رقم الموبايل ده وهو بيسجل عشان تتحسب لك المكافأة لما ينفذ الشروط. كل المطلوب منك ان انت بتبعت على 29677 كلمة رشح وفيها رقم الموبايل اللي هو هيسجل بيه. بعد كده صاحبك ده المفروض ان هو بينزل التطبيق، وبعد كده بيسجل البيانات بتاعته، بطاقته والوظيفة وكل التفاصيل، مش بيطلب بيانات كتير. وبعد كده بيروح اي فرع من فروع فوري بلس او اتصالات يفعل حسابه. خلاص كده لحد دلوقتي حسابه اتفعل بدون اي مشاكل. بعد كده المفروض انه يعمل ايداع في حسابه 1000 جنيه، يعني المرشح اللي انت ترشحه لازم يعمل ايداع 1000 جنيه في حسابه. طبعا انتوا عارفين انه المشرق ملوش اي رسوم ولا فتح حساب ولا رسوم اداريه ولا اي رسوم ما عدا رسوم الفيزا، دي بتتحسب بعد اول سنه. يعني كده كده ال1000 جنيه اللي هيحطها هي زي ما هي، ولازم يسيب ال1000 جنيه دي لحد 30 يوم في حسابه. بعد كده المفروض بعد مدة انتهاء الحملة اللي هي هتنتهي يوم 7 سبتمبر، المفروض في خلال من 15 ل 30 يوم بينزل له 500 جنيه، وانت كمان بينزل لك 500 جنيه، وبالتالي كل واحد فيكم بيبقى خد 500 جنيه. انت محتاجه عشان ترشحه، وهو محتاجك عشان يكون مرشح. انت ليك حد اقصى 10 مرشحين، ولازم تكون عملت قبل كده انت يعني بترشح الناس، لازم تكون حسابك مفعل وعملت ايداع في حسابك قبل كده باي مبلغ، يعني لازم حسابك يبقى شغال. الحاجة التانية انه صاحبك ده لو سحب ال1000 جنيه قبل ال 30 يوم المكافأة مش هتتحسب، ولو صاحبك ده رقم موبايله اتغير المكافأة مش هتتحسب، ولو صاحبك ده كان فاتح حساب قبل كده وقفل وانت رشحته عشان يفتح حساب جديد برضو المكافأة مش هتتحسب. فخلي بالك من النقط دي، لازم يكون واحد فاتح حساب لأول مرة، ورقم موبايله اللي هيديهولك تبعت بيه رسالة الترشيح هو اللي هيفتح بيه الحساب، عشان بس نبقى واضحين وما تقولش البنك ضحك عليك. صاحبك ده ممكن يستفيد اكتر منك. ازاي بقى؟ ممكن عدد المكافآت اللي توصل له لحد 5500. ليه؟ لان انت رشحته وبالتالي كده هو خد 500 جنيه لو نفذ الشروط. بعد كده بمجرد تفعيله للحساب يقدر يرشح 10 كمان هو كمان ويكسب 5000 جنيه عليهم، وبالتالي يبقى كسب 5500 جنيه. فانت كسبان وهو كسبان، وانتوا الاتنين محتاجين بعض. زي ما قلت لكم مدة الحملة شهرين من 7 يوليو ل 7 سبتمبر. المكافأة المفروض لو اتنفذت الشروط بشكل صحيح بتنزل لك في خلال من 15 ل 30 يوم. حط 30 يوم لان انت ممكن تبقى على اخر الحملة حد رشحك وانت سبت الفلوس لمدة 30 يوم، فكده كده يبقى الافضل بالنسبة لك ان انت تستنى 30 يوم بحيث ان المكافأة تبقى ضامن ان شاء الله لو نفذت الشروط ان هي نازله لك. طبعا لو مش لاقيين حد يرشحكم انا هسيب لكم الايميل بتاعي في وصف الفيديو لو عايزني ارشحك، وبمجرد ما انا ارشحك هبعت لك انه تم الترشيح. يعني لو رديت عليك يبقى انا كده رشحتك، اما لو ما رديتش عليك في خلال 24 ساعه من خلال الايميل يبقى انت تخلي حد تاني يرشحك، لانه كل واحد ليه الحد الاقصى 10 مرشحين. هتلاقوني سايب لكم في وصف الفيديو مقاله كامله فيها كل تفاصيل الترشيح من الموقع الرسمي، حاططها لكم عندي على الموقع بحيث تفهم كل التفاصيل، بحيث ان شاء الله تنفذ الشروط بشكل صحيح. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.